السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير كلكم يا رب. النهارده ولادي قاعدين عايزين يتغدوا كريب، فانا قلت لهم مش هشتري حاجة انا من بره، ما بحبش انا الحاجات اللي من بره دي، فاحنا هنعمله مع بعض في البيت احسن. جبت نص كيلو دقيق، هعمله طريقة عيش سوري. فهاعمله نُص كيلو دقيق ومعاه معلقة لبن بودر، ونُص معلقة صغيرة ملح، وكمان معلقة سكر، ومعلقة كبيرة خميرة. لو إحنا ممكن إن إحنا ندوّب الخميرة مع السكر ونشوفها، لو إحنا مش متأكدين من نوعية الخميرة، بيبقى التفاعل بتاعها كويس أوي، وبتخمّر العجين بسرعة. لو أنتِ مستعجلة، هو الأفضل إن أنتِ تدوّبيها كده مع شوية مَيّة دافية وتقلّبيهم وتسيبيهم لحد ما يتفاعلوا، وبعد كده تضيفيهم للعجين. فأنا هنا حطيت كل المقادير على بعضها، حطيت الخميرة مع السكر مع الملح مع اللبن البودر، وقلّبت كلّه وبمَيّة دافية بقى وهاعجنها كويس، بس واحدة، واحدة وأنتِ بتزوّدي المَيّة، ما تحطّيش مَيّة كتير عشان العجين معاكِ ما يسيبش، وترجعي تاني تضطري تزوّدي دقيق، وتحسّي إن العجينة مسكت معاكِ، تفضلي طول النهار نحط بقى مَيّة ودقيق، يبقى يوم عجين كلّه. وبعدين تقومي في الآخر منزّلة له معلقتين زيت كده، بيخلّي لقمة العيش فيها لمعة وحلوة وطعمها حلو. أنا عجنت كويس أوي، أوي، والآخر بقى أغطّيه وأخمّره وأقطّعه، هاقطّعه بطّاطه قطع كده مفرودة شوية، بنسيبها شوية وبعد كده نرجع نفردها تاني بالفرّادة أو بالنشّابة اللي عندي دي. هتفرديها تحتها طبعًا دقيق وتخلّي بالِك تفضلي تقلّبي فيها كويس من فوق لتحت عشان ما تلزّقش معاكِ، سواء بتفرديها على صينية زيي كده أو على الرخامة، بتقلّبي على الوش وعلى الضهر علشان ما تلزقش معاكِ، خلّي بالِك. وتفردي جدًا، أنا بافرده زي الجلاش، زي طبقات الجلاش بيبقى رقيق جدًا، هتفردي على الأحراف كويس أوي، علشان ما تبقاش الأحراف تخينة، وتبقى مبرولة وطعمها مش كويس. لو عملتِ نفس الطريقة دي بصراحة هتلاقي لقمة عيش حلوة أوي. دي طريقة سهلة للي ما بيعرفوش يعملوا عيش الكريب اللي هو السايب في الطاسة. أنا عندي مصفى عاملاها كده للخبز، مصفى ألومنيوم كده عندي قديمة، فأنا عاملاها للخبز بقى، باخبز أي مخبوزات على البوتاجاز من فوق عليها، هي بصراحة حلوة أوي، فكرة كويسة أوي. آآ بعد ما فردتها كويس أول رغيف فردته، حطيته طبعًا المصفى كنت مولعة النار تحتها علشان تسخن، وبنسوي على نار متوسطة مش على عالية أوي عشان ما يشيطش وما يتحرقش، وتشمي ريحة الدخان عالية أوي وتضايقِك، واللقمة تستوي معاكِ كمان. بتقلّبيها أول ما الجنب اللي تحت يتشمّع، تبتدي تقلبيها على الناحية التانية، هتلاقيها عملت زي فقاعات بابل كده وقبّت، بتقلبيها واحدة، واحدة كده بالراحة عشان العيش ما يتقطّعش معاكِ، وتكوني بتفردي اللي بتفرديها تسوّيها على طول. حلو أوي. وأنا كان عندي البانيه اللي أنا كنت متبّلاه معاكم من المرّة اللي فاتت مع الستريبس والشاورما، هاعمله معاه وأقلي معاه بطاطس، وبنقطّع طماطم وفلفل وبصل، حابة تحطّي مخلّل خيار حطّي، حابة تحطّي مخلّل شطة حارة حطّي، بيبقى طعمه جميل معاها، طبعًا وكاتشب ومايونيز بيبقى حلو أوي. أنا باوريكِ تاني طريقة فرد العجينة، العجينة جميلة ما شاء الله ما دام خدمتيها في العجين وأنتِ بتعجنيه كويس، بتفرد معاكِ وتبقى حلوة أوي ما تتقطّعش، لإن أنتِ كده ربّيتِ فيها العرق، العجينة ما شاء الله بتتفرد معاكِ بكل سهولة، وأنتِ كمان مريّحاها بعد ما قطّعتها وبطّطتها شوية كده، بترجعي تسيبيها شوية تاني، بتلاقيها بتفرد معاكِ ما شاء الله بسرعة خالص. في الوقت ده طبعًا المصفى ما بتبقاش النار عالية عليها علشان ما تتحرقش منِّك وتعرفي تخبزي معاها. زي ما أنتم شايفين أنا حطيته تاني رغيف على المصفى أهو، بالطريقة دي إحنا هنبتدي بقى نعمل الكميات كلّها لحد ما تخلّصي الكمية بتاعتِك اللي أنتِ عاملاها. العيش طالع ما شاء الله زي ما أنتم شايفين أهو، أنا قطّعت الخضروات اللي أنا قُلت لكم عليها،
وعندي شوية جبنة موتزاريلا وقالة بطاطس مع البانيه. هابتدي بقى وعندي كاتشب ومايونيز. ممكن تعملوا تومية زي اللي أنا كنت نزّلتها لكم قبل كده في فيديو عندكم في القناة، اللي حابب يرجع لها يفتحه. تعملي التومية برضه حلوة أوي، معاهم بيبقى طعمها حلو أوي. زي ما قُلت لِك ممكن تقطّعي خيار مخلّل معاها. حابة تحطّي ورق خَس بيبقى طعمه حلو مش هيقول لأ. ده البانيه أنا حطّيته ومعاه البطاطس. ممكن تقطّعيه قطع صغيّرة، ممكن تسيبيه كده عادي زي ما أنتِ حابة. هتحطّي بقى عليهم الخضروات. هنحط الجبنة الموتزاريلا، ممكن تحطي جبنة رومي، ممكن أي جبنة أنتِ حابة تحطيها. ممكن جبنة فيتا كمان بتبقى طعمها حلو أوي كمان والله. أي حاجة، ما عندكيش جبن خالص الساندوتش أصلًا لوحده كده ما شاء الله جميل لمّا تعمليه وتقرمشيه في على طاسة أو grill عندِك في البيت بيبقى طعمه جميل أوي. كفاية إن أنتِ عاملة كل حاجة في البيت وحاجة نضيفة وموفّرة وكويسة أوي. شوفي أنتِ لو هتشتري ساندوتش زي ده من برّه هيعمل قد إيه. وطبعًا مش هيبقى بالنضافة اللي أنتِ عاملاها ديًا وكل حاجة بتغسليها وكل حاجة محافظة عليها. مش هيبقى طبعًا بالنضافة ولا بالحاجة الكويسة اللي أنتِ ضامناها. ممكن تعمليه على فكرة كريب بطاطس بس لوحده، يعني مع الخضار مع الكاتشب والمايونيز والحاجات دي. دي طريقة لف السوري. بافرد البانيه كده ومعاها الجبن، وهتحطي معاها بطاطس. حطي معاها بطاطس وحطي معاها البصل والخضار، فلفل حار. ممكن تحطي زي ما قلت لك تعملي التومية ونحط المايونيز والكاتشب عليها. ممكن تحطي شطة بودر برضه بتخليها طعمها حلو قوي. بصراحة السندوتشات شكلها يفتح النفس ما شاء الله. اعملوا واعملوا حاجاتكم في بيتكم وشجعوا الولاد ان هم ياكلوا في البيت طبعا المكان نضيف واوفر وامن لكم طبعا عشان تحافظوا على صحتهم. انا طبعا حاطه الطاسه على النار فيها معلقه دهنها معلقه زيت بس كده. ده شكل الكريب اللي انا قلت لكم عليه مثلث كده عادي يعني مش لازم اللي هو العيش الكريب السايب. اعملي اي حاجه في البيت ولادك هيفرحوا بيها. فرحيهم بأبسط المكونات وأبسط الإمكانيات. المهم ان انتي تعملي الحاجة في البيت بإيدك طبعا هتكون أحسن وأحسن. أنا دي البانيه اللي أنا بوريلكوا اللي أنا بحمره ده اللي أنا كنت عاملاه معاكم. كنت متبلاه. أنا حطيته في البقسماط طبعا والبيض وبعدين قليته. هتقلبي بقى بالراحة كده عشان الجبن والحاجة ما تطلعش منه. ما شاء الله السندوتش طعمه جميل جدا وهو مقرمش بقى بتقرمشيه كده وتطلعيه وتقدميه لولادك وبألف هنا يا رب وألف صحة على قلوبكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش بلايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بتمنى لكم كل الخير من قلبي يا حبايبي. بتمنى لكم كل السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله.